مهاجمة النساء وفي بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، بلد الأمان والسلام. هذه داري دارك يا فاجر، ما رأيناك من قبل. لا نعرف إلا هذه المرأة تقيم في الدار مع ولدها ربيعة. أنا فروخ زوجك يا رابحة، فروخ ابن عبد الرحمن، ألا تعرفينني؟ فروخ
هذه العلامة في صدري، ألا تعرفينها؟ فاروخ، فاروخ، لا لا لا، لا أصدق، لا أصدق. أكثر من ربع قرن منذ رأيتني آخر مرة. كيف حالك يا رابحة؟ اجلس، اجلس يا فاروخ. أوه، كم أنا سعيدة بعودتك. ومن هو ولدك الذي تقيمين معه كما يقولون؟ هل تزوجت يا رابحة؟ ما تزوجت، ولكنه ولدك الذي تركتني حاملا فيه قبل أن تذهب إلى خراسان. وأين هو الآن؟ أود أن أراه. يخرج إلى المسجد النبوي قبل صلاة الفجر، ولا يعود إلا بعد صلاة الظهر. طالت غيبتك عنا يا فروخ. خرجت كما تعلمين للجهاد في خراسان، وكنت كلما أنوي العودة إلى هنا أجدني اندفعت للمشاركة في جهاد جديد. معاركنا ضد أعداء الإسلام لم تتوقف يا رابحة، لم تتوقف. وهذا ما كان يصبرني يا فروخ، ها أنك تجاهد في سبيل الله. أخبارك تصلني ممن يعرفونك، وهذا جعلني أتحمل وأصبر. وعندما وجدت الفرصة المناسبة لعودتي لم أتأخر يا رابحة. فرحتي بعودتك أنستني آلام بعدك عنا كل هذه السنين. أخذتني الدعوة في سبيل الله، وكنت مطمئنا على معاشك، فلقد تركت لك 30,000 دينار قبل أن أخرج للجهاد. ما أنفقت منها دينارا واحدا على نفسي. هي عندك إذن؟ وضعتها في حرز أمين، وسوف أحضره لك. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا تفوتوني صلاة الظهر في المسجد النبوي، ولنتابع حديثنا بعدما أعود. أرجو أن لا يطول غيابك هذه المرة، وتعود إلينا بعد 25 عاما أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. ونفهم من هذه الآية الكريمة أن فرائض الوضوء 6: أولها النية، وثانيها غسل الوجه، وثالثها غسل اليدين إلى المرافق، ورابعها مسح الرأس، وخامسها غسل الرجلين مع الكعبين. أما الفرض السادس فهو ترتيب الأفعال على هذا النحو. هل تأذن لي في السؤال يا شيخي ربيعة؟ ماذا تريد يا ليث بن سعد؟ المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء أو فرائضه؟ الأمر فيه خلاف، فالبعض يرى أن الآية الكريمة حددت الفرائض، والبعض يضيف إلى الفرائض ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الوضوء. عليه الصلاة والسلام. أرى الاستنشاق والمضمضة من فرائض الوضوء كما جاءت في الآية الكريمة، لأنهما يدخلان في غسل الوجه المذكور فيها. بارك الله فيك يا مالك بن أنس، فبك فتنة ومثابرة، ولن يطول الوقت حتى يكون لك شأن في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. غدا إن شاء الله سنتحدث عن فروض الصلاة وسننها. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. أين تذهب يا مالك بن أنس؟ أذهب إلى داري. هل تأذن لي في مصاحبتك؟ أنا الليث بن سعد، جئت من مصر مع حجاج بيت الله الحرام، وأريد أن أغتنم الفرصة لآخذ بعض ما عندك قبل أن أعود إلى بلدي. ليس عندي ما يستحق السعي إليه، وعلى كل حال مرحبا بك يا أخي، تفضل.
أنا رجل من مصر ميسور الحال، ورثت عن أبي ضياعا واسعة تنتج خير الثمرات من زرع وفاكهة. بارك الله لك. حفظت كتاب الله في أيام الصبا وكثيرا من الأحاديث النبوية بعد أن أوصاني أبي بالتفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جلست إلى العلماء في مسجد الفسطاط واستمعت لهم، ورأيت أن أستزيد فجئت هنا إلى الحجاز، ورحلت إلى العراق أتعرف على علم أبي حنيفة النعمان، وذهبت إلى الشام أتبين فقه الأوزاعي. كم أغبطك على هذه الرؤية الواسعة؟ حسبت أنني بهذا التعدد والتنوع أروي غلتي فازدادت حيرتي. لا أفهم ما تقصد. رأيت الخلاف بين العلماء، أسأل عن المسألة الواحدة فأجد الجواب عليها في مصر يختلف عن الجواب في بغداد، يختلف عن الشام، ويختلف عن الحجاز أيضا، وأقف حائرا لا أعرف أين الصواب. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لله على عودتك هذه المرة. وما زلت تشتاقين إلي يا رابحة بعد كل هذه السنين؟ بعدما أديت الصلاة بالمسجد شدني شاب عالم يتحدث إلى الناس، فجلست أستمع إليه. كل شيء يأخذك من زوجتك حتى بعد هذا الغياب الطويل. وددت لو أن الرجل الذي كان يتحدث إلى الناس لا يتوقف عن الحديث. ما حسبت أحدا يجتمع له كل هذا العلم رغم صغر سنه. إنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأبناء يأخذون من الآباء، والآباء يأخذون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كم أغبط الذين يقيمون في هذه المدينة المباركة. المدينة التي تركتها وتركت من فيها إلى خراسان. أين ولدي؟ أما عاد من الخارج؟ إني في شوق إلى رؤيته. يا ربيعة، يا ربيعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة أقبل. الله وبركاته. أسرع يا ربيعة. ألست الرجل الذي كنت تحدث الناس بالمسجد النبوي منذ قليل؟ هو أنا. عسى الله أن ينفعنا بما نعلم وما نتعلم. كم أنا سعيد أن أراك في داري. دارك؟ نعم داري. إنها داركما معا. هذا ولدك يا فروخ. لا أصدق. ولدي. إنه أبوك يا ربيعة. نعم أبي. ربيعة، ما حسبتك حيا. حدثني، أين كنت طوال هذه السنين؟ حدثني أنت، كيف صار لك كل هذا العلم الذي يبهر الناس؟ حدثني يا ليث عن المسائل التي ترى فيها اختلاف العلماء. مسائل بلا حصر. أردت على سبيل المثال أن أوقف بعض مالي على الخير، فقال لي أبو حنيفة إن هذا الوقف لا يقيدك ولا يلزم ورثتك، لأن المال الموقوف لا يخرج عن ملكك. نحن في المدينة لا نأخذ بهذا الرأي، ونستند إلى السنة في السماح بالوقف. ليت الخلاف يقف عند مسألة واحدة فحسب، وإنما يمتد إلى مئات المسائل غيرها. الرأي في المعاملات يختلف تبعا لظروف كل مجتمع وأحواله. ولكن الاختلاف لا يقتصر على المعاملات فقط، وإنما يمتد أيضا إلى العبادات. خذ الوضوء مثلا، إذا شك الإنسان في وضوئه فلا عبرة بهذا الشك، ويستمر الوضوء قائما. هكذا يقول أصحاب أبي حنيفة. أما عندكم في الحجاز فلا يجوز الدخول إلى الصلاة بوضوء فيه شك. هو ما نأخذ به. أليس الدين واحدا؟ أليست مصادره الكتاب والسنة؟ كيف يكون هذا الاختلاف؟ ولما يكون؟ وأين الصواب بين الآراء المتناقضة؟ هذا ما أردت السؤال عنه. معذرة. تفضل. هناك اتفاق في الأسس والقواعد، أما الاختلاف في التفاصيل
فيرجع إلى تباين وجهات النظر بين فريقين. الفريق الأول فريق الرواية والأحاديث، أما الفريق الثاني فيكثر من الرأي والاجتهاد. ولكن الأحاديث والرواية هما الأصل. يقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. لا يختلف العلماء على أن الحديث متى صح هو أساس الحكم، ولكن أحاديث رسول الله اختلط بها الصحيح والزائف، ولهذا يفضل البعض ترك الحديث خشية الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ويأخذون بالرأي الذي يتحملون مسؤوليته صوابا أو خطأ. هذا ما يميل إليه صاحبنا ربيعة. لهذا يسمونه ربيعة الرأي. صار الفقه بين مدرستين، مدرسة الرأي وأتبعها أبو حنيفة وأصحابه في العراق، ومدرسة الحديث وأتبعها الزهري وأصحابه في الحجاز. السؤال الذي يراودني: ألا يمكن الجمع بين المدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، أو على الأقل التقريب بينهما، حتى لا يكون هذا التفاوت في الأحكام؟ كلنا نود ذلك، لكننا لا نعرف كيف يكون. ربيعة يحاول، لكن الأمر ليس سهلا. علينا أن نجد طريقا وسطا. ما أكلت من التمر الذي جئتك به؟ لا أجد الآن شهية لطعام. هذا الطبق لك على كل حال، تأخذه معك لتأكله عندما تشتهي. شكرا لك يا أخي. لن أتركه بعد الآن، لن أتركه. الناس من خراسان وغير خراسان يقصدونه طلبا للعلم، أنا أولى منهم به. كم أنا فخور بك يا ربيعة. هاتي يا رابح الدنانير التي تركتها لك، أعطيها لولدي جائزة له. لقد سبقتك إلى هذا الأمر. هي لك يا ربيعة، 30,000 دينار تنفقها كما تشاء. ليس عندي شيء منها، ولست أفهم عما تتحدث أمي. الدنانير التي تركتها يا فروخ أنفقتها على ولدك في طلب العلم. تركته منذ الصبا يسعى في الشرق والغرب، يجمع الأحاديث ويجتمع بالعلماء والفقهاء، وما بخلت عليه بنفقة، حتى نفدت كل هذه الآلاف من الدنانير ولم يتبقى منها شيء. بل بقيت وربت وتضاعفت. ولدي هذا هو الثروة الباقية التي تنفعني في الدنيا والآخرة. الأساس أن نأخذ بالنص القرآني لا نخرج عنه، فإذا قال تعالى في حد القذف فاجلدوهم 80 جلدة فلا يجوز أكثر من ذلك ولا أقل. وإذا قال تعالى في وقت الصيام ثم أتموا الصيام إلى الليل فلا يصح أن نقطع الصيام قبل الليل، وهو هنا غروب الشمس. عفوا يا شيخ ربيعة، إنما نأخذ بالنص وما يمكن أن نستخرجه من النص. أفصح عما تقصد يا مالك بن أنس. يقول تعالى في بر الوالدين: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهذا النص يشمل الضرب أيضا وإن لم يذكر فيه، لأنه أكثر استحقاقا للنهي. كذلك يقول تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فالأول الذي يؤتمن على القنطار يؤتمن أيضا على الدينار، لأن حكم الأكثر يثبت في الأقل. ما عاد لك مكان بين طلاب العلم في هذا المجلس. هل أغضبك ما قلت؟ بل أعجبني. آن لك أن يكون لك مجلس ينتفع به. إنما أجالس الإخوة في داري نتحاور ونتشاور. فليكن مجلسك في المسجد النبوي حتى يقصده عامة الناس. حفظك الله يا إمام وأطال عمرك. لا أتصور في المسجد النبوي مجلس علم لغيرك، فأنت النجم الذي يشع النور. فليكن ما تقوله صحيحا، ولكن النجوم يا مالك لا تزاحم بعضها ولا تتنافس، فالسماء تتسع لمئات النجوم. إني أسمح لك بأن تجلس إلى الناس تحدثهم وتفتيهم.
يا رابحة، يا رابحة، أنا مثلك، ما حسبته يسافر فجأة هكذا. بمجرد أن أرسل إليه الخليفة يطلبه سارع بالسفر إلى بغداد. الخليفة هو ولي الأمر، ولا أحد يستطيع أن يتخلف عن طلبه. ولكن ما الذي يدعو الخليفة لطلب ولدنا ربيع؟ ما الذي يطلبه منه؟ العلماء أمثال ولدنا لا يطلب منهم سوى العلم. ألا يوجد علماء في بغداد حتى يطلب الخليفة ولدنا للسفر إليه كل هذه المسافة؟ طلب الخليفة له يعني أنه أراده لأمر مهم لم يتوفر في علماء بغداد. حفظك الله ورعاك يا ربيعة يا ولدي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. هل ستأتي معي يا عمار؟ إلى أين يا زياد؟ إلى المسجد النبوي كما اعتدنا. هل غاب عنك أن الإمام ربيعة سافر إلى بغداد؟ هناك من ينوب عنه في حلقة العلم. من تقصد؟ إنه الإمام مالك الذي شهد له الإمام ربيعة بسمو مكانته العلمية. لو كان الأمر كذلك هيا بنا. هيا بنا. أراك بخير يا أخي مالك. ألا تستطيع الانتظار حتى عودة شيخنا ربيعة من بغداد؟ أخشى أن تطول غيبته، ولي مصالح في مصر لا أستطيع التأخر عنها. لا تتخيل مدى سعادتي بتعرفي عليك يا ليث، فأنت من خيرة الناس الذين يتمنى المرء لقاءهم. وسعادتي بك يا مالك لا تقل عن سعادتك. أدام الله هذه المحبة بيننا، فبالحب تزداد روابط الأخوة والصداقة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. حمدا لله على سلامتك يا ربيع. حمدا لله يا ولدي. تأخرت عودتك من بغداد يا ربيع. خشيت أن تستقر بها. ما كنت لأترك الحجاز يا أمي. فعلها أبوك ذات يوم وغاب أكثر من ربع قرن. دعينا مما فات يا رابحة، لقد افتقد الناس دروسك في المدينة. يكفيهم مالك بن أنس. وهل يغني التلميذ عن المعلم؟ لو تفقه التلميذ ربما فاق المعلم. مالك على كل حال يعترف بفضلك، وما أكثر ما يثني عليك في مجلسه. فيما كان يطلبك الخليفة؟ كما كنت أتوقع، أراد الخليفة أن يوليني القضاء فاعتذرت عنه. كيف ترفض القضاء؟ عاهدت الله ألا أتولى عملا لبني العباس، لقد خاضوا في سبيل الخلافة بحورا من الدماء، ولا أحب أن أتحمل أوزارهم. أحسنت الرأي يا ولدي، مكانك بين العلماء لا مع القضاة. ولكن خبرني بالله عليك، كيف وجدت العلم في بغداد؟ رأيت قوما حلالنا حرامهم وحرامهم حلالنا، وتركت بها عشرات الآلاف يكيدون لهذا الدين. وكيف ذلك يا ربيعة؟ إنهم يتجاهلون الحديث ويعتمدون على الرأي. ولكنك تأخذ بالرأي في كثير من المسائل، حتى إنهم يسمونك ربيعة الرأي. آخذ به عندما لا أجد نصا في الكتاب أو السنة، ولكنهم في العراق يتشددون في قبول الأحاديث الصحيحة، ولهذا تقل بضاعتهم من الأحاديث فيتوسعون في الرأي. أما من مخرج لتقريب أوجه الخلاف بين الاتجاهين؟ الخليفة معني بالأمر، وأظنه سيناقش ذلك مع علماء الحجاز عندما يأتي لأداء فريضة الحج. لاحظت عليك منذ وصولي يا أخي مالك أنك مشغول البال، ويبدو أنك تفكر في صاحبك الليث بن سعد لا يغيب عن ذهني، أما الذي يشغلني الآن فهو حال شيخ ربيعة. ما كاد يعود من بغداد حتى حل به المرض. أعرف أنه يعاني المرض منذ أيام، ولهذا لم يعد يعقد جلساته في المسجد وترك هذا الأمر لك. لقد زرته هذا الصباح فوجدت المرض قد اشتد علي، وكنت أريد أن أبقى إلى جواره، ولكنه أصر على أن أتركه حتى لا أتأخر عن جلسة العلم التي أعقدها في المسجد النبوي نيابة عنه. وقد جئت إليك الآن أصحبك إلى المسجد النبوي فرأيتك على هذا الحال. أفكر في العودة إليه بعد أداء الصلاة،
حتى لا يسبقني الموت إليه. لا أظنه يصر بتركك جلسة العلم بعد الصلاة. فلندعو له، فقد قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لعبد في الدعاء حتى أذن له في الإجابة. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا زياد؟ الحمد لله. رحم الله الإمام ربيعة، بفقده فقدنا عالما جليلا، وفي العام نفسه توفي الخليفة أبو العباس. هكذا الدنيا يا أخي، البعض يذهب والبعض يأتي، ونرجو الخير في الإمام مالك. والله رحيم بالعباد. عندي مسألة يا أبا حنيفة أريد أن أناقشها معك. هات ما عندك يا أبا يوسف. ما قولك في رجل أكل أو شرب ناسيا في نهار شهر رمضان؟ لا شيء عليه وليتم صومه. وما قولك في رجل أخطأ في تقدير الوقت فأكل أو شرب بعد الفجر أو قبل الغروب؟ عليه قضاء اليوم الذي أخطأ فيه. كيف يكون ذلك يا أبا حنيفة؟ الواقعتان متشابهتان، فكيف يختلف الرأي فيهما؟ لما لا نقيس إحداهما على الأخرى لنستخرج رأيا واحدا ينطبق عليهما معا؟ وأنت يا أبا حنيفة إمام أهل الرأي. إنما يكون الرأي عندما لا نجد نصا ينطبق على الواقعة في الكتاب والسنة، ولدينا في المسألة التي تتحدثون عنها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول معناه: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه، فقد أطعمه الله وسقاه. ولهذا نأخذ بالحديث ونرفض الرأي. كأنك تستند إلى الرأي في بعض الأحوال وترفضه في أحوال أخرى. خذوا عني مذهبي. عندما أتعرض لمسألة أقول فيها بما جاء في كتاب الله، فإن لم أجد أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فإن لم أجد أخذت بقول الصحابة. ولكن الصحابة يختلفون أحيانا في المسألة الواحدة. آخذ بقول من شئت منهم، لكني لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. وماذا عن أقوال التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة؟ التابعون كابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم لا ألتزم بآرائهم، ولكني أجتهد كما اجتهدوا لاستخراج الحكم الذي أراه صائبا. نفعنا الله بعلمك يا أبا حنيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس إن أردت درس. بل نريدك يا أبا حنيفة، فأمير المؤمنين أبو جعفر يطلب لقاءك. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله. اجلس يا أبا حنيفة. إنما أردت أن أتعرف على فتواك في مسألة تشغلني جمعت لها العلماء. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. اشترطت على أهل الموصل ألا يثوروا علي وإلا حلت دماؤهم، ووافقوا على الشرط، ولكنهم خرجوا على طاعتي، فماذا تقولون فيهم؟ المؤمنون عند شروطهم. هل يحل لي قتلهم؟ يدك مبسوطة عليهم، فإن عفوت فأنت أهل للعفو، وإن عاقبت فبما يستحقون.
ما قلت رأيك يا أبا حنيفة. شرطوا لك بما لا يملكون وشردت عليهم بما ليس لك. كيف ذلك يا أبا حنيفة؟ دم المسلم لا يحل إلا في أحوال محددة ولا يجوز تجاوزها إلى غيرها. لكني اشترطت عليهم وقبلوا الشرط. أرأيت لو أن امرأة أحلت نفسها بغير زواج وقبل البعض ذلك، أيكون الشرط بينهما قائما ويكون الالتزام واجبا؟ كذلك حال أهل الموصل. الأمر يختلف يا أبا حنيفة. لا يختلف، فحكم الله أولى بالوفاء من كل الشروط. هكذا فتواك التي تخرج بها عن المأثور. إنما ألتزم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أتذكر فتواك في جواز الاستثناء من اليمين؟ قلت إنه يجوز للرجل أن يقسم اليمين ثم يستثني منها ما يشاء فلا يقع القسم على ما استثنى منها. ذلك رأي لا يختلف عليه الفقهاء. قال الفقهاء إن الاستثناء يكون في مجلس اليمين ذاته، أما أنت فتجيز هذا الاستثناء بعد المجلس بوقت طويل. وماذا في ذلك؟ أردت أن يقسم الناس يمين الولاء أمامي ثم يستثنوا من هذا الولاء فلا يقع قسمهم باطلا. ما أردت ذلك، ولكني أعلنت ما أقتنع به في إحدى مسائل الفقه. أنت عالم فقيه، لا يعجبك رأي غيرك. أنت تنتقد أحكام القضاة كما فعلت مع القاضي ابن أبي ليلى. أخطأ في حكم أصدره فأوضحت خطأه. لماذا إذن لا تجلس على رأس القضاء لترشد القضاة إلى ما ينبغي عليهم؟ يعلم أمير المؤمنين أنني أرفض القضاء. تمتنع عن واجب ينبغي عليك القيام به. أقسمت يا أمير المؤمنين ألا أتولى القضاء. وأنا أقسمت أن تتولاه، وسنرى من منا يبر بقسمه. أحس أنني سأموت وأنا أضع والدي هذا. شيماء، لا تقولي هذا. بإذن الله ستكونين بخير. أرسلت للقابلة ولن تتأخر في الحضور. كنت أحب أن يكون زوجي إدريس بجواري ليكون إلى جانبي وأنا أضع وليدي. الذي طالما تمناه. لماذا لم يصل حتى الآن؟ لماذا؟ إدريس. قابلة، سأسرع بفتح الباب لها. سيدي عيسى بن موسى ولي العهد. فليدخل. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. لا يدخل علينا أحد حتى ينتهي اللقاء. هيا. أمر مولاي. تفضل. أرسلت في طلبي يا أمير المؤمنين؟ أردت أن أشاورك في أمر يهددنا. أنت ولي العهد، فإن ضاعت مني الخلافة ضاعت منك. أستغفر الله، ما الذي حدث؟ مات أبو حنيفة النعمان في سجنه، ضربوه بالسياط حتى قتلوه. وما الذي يوزعك إلى هذا الحد؟ كان مستحقا للقتل. كان يساند أبناء علي بن أبي طالب في ثوراتهم لانتزاع الخلافة منا. ليس ما يفزعني موته، إنما أخاف ما يقوله عامة الناس الذين يتعلقون به. أخاف ثورتهم علينا. مات أبو حنيفة كما يموت الناس، وليس بوسع أحد منا أن يمنع قضاء الله.
ولكنهم سيتهموننا بقتله وسيعمدون للثأر له. لقد مات في السجن. كأنك ما كنت تعلم أن والي بغداد ألقى به في السجن، وما سمعت أنهم ضربوه بالسياط. وهل يصدقني الناس؟ يصدقونك لو أنك عزلت والي بغداد وأنزلت به العقاب الذي يستحقه على ما فعل دون إذن منك. ولكن ما ذنب الوالي وقد فعل ما أمرته به؟ نستطيع أن نعوضه بالمال عما توقعه به. أتحسب أن هذا كاف لاسترضاء الناس؟ يرضى الناس عنك عندما يرونك محزونا لمقتل أبي حنيفة، مشاركا في جنازته، حريصا على جمع علمه وفقهه. سأفعل ذلك كله، سأفعل ذلك كله. لا أريد أن تتعرض دولة العباسيين لمزيد من الثورات وهي ما تزال في أول عهدها. موت أبي حنيفة فرصتك لاكتساب الناس إلى جانبك وتأييدهم لك. كم أنت داهية يا عيسى. لقد أحسن أخي أبو العباس لاختيارك وليا للعهد، تشد من أزري وتشاركني في أمري. أين إدريس؟ إنه هناك. ما بك يا إدريس؟ لا شيء. أعرف يا إدريس أن القلق لا يريد أن يبتعد عنك، وأنت تفكر في زوجتك ومولودك القادم. أخشى ألا أرى هذا المولود يا حارث. بعد قليل نتابع سيرنا إلى غزة وتصل إلى بيتك وتسعد برؤية وليدك، فلما هذا التشاؤم؟ إنه الألم الذي تسلل إلى جسدي. هل عاودك الألم؟ وأحسه الآن زاد عما كان. أين تحس الألم؟ هنا. اطمئن يا إدريس. ما تحس به نتج عما تفكر فيه من أمر زوجتك ومولودك. شدة الفكر قاتلة يا إدريس، فاطرحها عنك ولا تشغل بالك بأمر يتولاه الله. الألم قاس يا حارث. قلة النوم سبب فيما أنت عليه يا إدريس. وكيف ينام من هو مثلي؟ كيف ينام من يفكر ويتألم؟ أفكر في زوجتي وفي حالها الآن، وأتألم لما بي من ألم قاتل. أحس أنها نهايتي يا حارث، وأنني لن أرى المولود الذي رزقني الله به. اطمئن يا إدريس، اطمئن، أنت بخير. أرجو أن تصدق فيما تقول يا حارث. لما كل هذا القلق يا وائلة؟ كيف لا أقلق يا شيماء، وقد مرت أيام على ولادتي وحتى الآن لم يصل إدريس. بإذن الله لن يتأخر أكثر من هذا يا وائلة. عندي إحساس بأنه سيكون هنا قبل ظهر الغد. هو يعرف ميعاد ولادتي، فلما لم يحضر في الوقت المناسب؟ كنت أتمنى أن أراه إلى جواري وأنا أضع وليدي الأول. كما يقولون الغائب حجته معه، ولا بد أن سببا خارجا عن إرادته
هو الذي أخر وصول القافلة التي يرافقها. أرجو من الله أن يكون السبب خيرا، وألا يكون السوء قد مس زوجي إدريس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. لقد حان الوقت للتحرك. أريد أن أكون في غزة غدا صباحا، والمسافة ما زالت طويلة، أمامنا نحو 10 فراسخ. الدواب بحاجة إلى الراحة، ونحن كذلك. أما كفانا تأجيل القافلة عند القيام من بغداد حتى نؤخرها مرة أخرى. يا إدريس، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. الندامة عندي في التأني. أريد أن أصل إلى داري قبل أن تلد زوجتي، قبل أن تضع مولودها الأول الذي طال انتظاري له. موعدها هذه الأيام. لا تقلق يا إدريس، فوليدك يعرف الأدب، ولسوف ينتظر حتى يعود أبوه من السفر. ما عاد أحد يطيق الانتظار هذه الأيام، حتى الأجنة في الأرحام يتعجلون الخروج إلى الدنيا. إنهم لا يعرفونها، ولو عرفوها ما خرجوا إليها. يا قوم يا قوم، أخشى التأخير أكثر من ذلك. زوجتي وحدها، وأخاف أن تلد دون أن تجدني إلى جوارها. يا إدريس، أهو الإشفاق عليها أم الشوق لولدك منها؟ بالله عليكم يا قوم، لا داعي لهذا اللغو، وقوموا بنا. لا نقوم حتى تقول لنا. بالله عليك، أتريد وليدك ذكرا أم أنثى؟ هذا السؤال نعرف إجابته، فليكن لنا ماذا يريد وليده أن يكون. أظن أنه يريده أن يكون بعد الخليفة المنصور. أو شاعرا كبشار بن برد. ولما لا يكون عالما يأخذ الناس عنه العلم؟ ما أظن أنني أعيش حتى أراه عالما، ذلك يتطلب عشرات السنين. يا إدريس، ما أسرع ما تمر السنون. أما سمعت عن مالك بن أنس والليث بن سعد؟ كان قبل بضع سنوات صغيرين يدرسان في مجلس ربيعة، وهما الآن يستعدان لمجلس فقه كبير في المدينة وفي مصر، ويؤخذ برأيهما ويحتفى بعلمهما ويختص به كل واحد منهما. ما ترى يا حارث؟ أما حان وقت التحرك؟ حان الوقت. دعوا المتاع على الدواب وأعدوا أنفسكم لمواصلة السفر. هيا بنا.